اهلا بيكم، عاملين ايه؟ جايلكم وصفة جديدة وفيديو جديد. هعمل معاكم الاجنحة المقرمشة او اجنحة كنتاكي. انا معايا كيلو من الاجنحة، مغسولة كويس، نقعاها في محلول النقع، حاطة دقيق وليمون وملح. نقعتهم فيها كده حوالي ساعة. وبعد كده بقى امسكهم اغسلهم كويس واشطفهم. هفصل الجناح عن الحتة اللي هي فيها الدبوس دي. يعني ايه، هعملهم على حتتين. خلاص، لان انا يعني مش بحبها كده على بعضها، هعملها حتتين، الجناح لوحده والدبوس لوحده. طبعا انا فصلت الكمية كلها، يعني كله فصلته عن بعضه. قلت اسيب الحتتين دولت كده اعملهم معاكم. خلاص، انا هعملهم بقى بطريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم، جربوها. معايا توم بودرة وبصل بودرة، معايا كركم وكاري وبابريكا وفلفل اسود وجنزبيل ومكعب مرقة وحبهان وورق لورا. معايا حلة على النار بتغلي، هنزل فيها بكل المكونات اللي معايا، البهارات دي كلها. بس اهم حاجة تكون المية مغلية. وبعد ما تغلي انزل بالبهارات في المية، وحطيت معلقة سكر صغيرة. وطبعا هظبط الملح بتاعي. تغلي بقى المكونات مع بعضها كده، وهنزل بالاجنحة بتاعتي من غير بقى ولا بصل ولا اي حاجة. انا هحط بصل بودرة وتوم بودرة، هسيبها تغلي نص ساعة. نص ساعة تكون استوت كويس جدا. خلاص. الطريقة دي حلوة جدا وانا مجرباها ومعتمداها، ممكن تعملي بيها فرخة كاملة. هغطيها بقى واسيبها نص ساعة تغلي على نار متوسطة، مش عالية ومش واطية، يعني هسيبها في الاول تغلي وبعد كده ايه، خلي النار متوسطة عليها. كده بعد لما استوت، انا كده بوريها لكم كده، خلاص استوت معانا. صفيها بقى في المصفى عشان تنزل كل السوائل اللي فيها واقدر اتحكم فيها. خلاص، هنجيب بقى ايه، كوباية من الدقيق، ما تكتريش دقيق علشان اللي بقى منك هيترمي، فلما تعوزي حطي كوباية من الدقيق، وهحط عليها معلقة من النشا، معلقة كبيرة من النشا. خلاص، ما تكتريش نشا عن كده، كل كوباية دقيق ليها معلقة من النشا. هجيب بقى شوية من الشوربة اللي انا كنت سلقة فيها الاجنحة. علشان يعني بدل ما احط مية، هحط بقى ايه الشوربة بتاعتي دي. هنزل اول حاجة بالجناح في الشوربة، وبعد كده هنزل في الدقيق وهعفرها كويس بالدقيق، وبعد كده هرجع تاني للشوربة، وهكذا. ممكن تعملي المرحلة ديت مرتين 3 4 على حسب القرمشة اللي انت عايزاها. بس انا بصراحة مش بحبها مقرمشة قوي، فانا هستكفي بمرة واحدة بس. احطها في الشوربة وبعد كده احطها في الدقيق وبس كده. عايزة بقى انت تزودي قرمشة، ممكن معايا زيت سخن يكون مغطي القطعة اللي معايا. مش هيبقى زيت غزير، لان طبعا الزيت بقينا كلنا بنعاني منه والزيت غلي، فهنحاول على قد ما نقدر هنعمل كل حاجة في بيتنا، بس مش هنهدر، ما نستهلكش كتير. على نار متوسطة برضو. هحط بقى بعد ما الزيت يسخن هحطها. بس كده بقى بالطريقة ديت هعمل برضو اللي هو الدبوس التاني من الجناح. خلاص، وهشتغل بالطريقة دي كذا مرة. عايزة اقول لكم نتيجة مضمونة وطعم حلو جدا، وجربوها هتعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واختاروا الكل، واحطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم. خلاص، بالطريقة ديت بقى هعملها كده. انا جيت هنا بقى في حتة الدبوس عملتها مرتين، قلت ازود بقى القرمشة شوية بس، علشان بتبقى ناشفة بقى على السنان وكده، مع ان هي ما كانتش ناشفة قوي. بس انا قلت ايه، اجربها كده، اعملها مرتين، طلعت حلوة برضه. يعني بص، كوباية الدقيق اتبقى منها دقيق كمان. وكده خلاص، بعد لما طلعتها من الزيت لونها حلو، طعمها حكاية، مش ناشفة، حلوة، يعني هي ايه، سهلة المضغ ومستوية من جوه، حلوة جدا. جربوها يا رب تعجبكم. ممكن تجربوها كمان في فرخة كاملة. بس كده، ومع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.